كل مساء الجمال، مساء الدلع، مساء الحلويات. احنا جاي ساعه فيديو جديد مع محمد طاهر. محمد طاهر بس النهارده موضوع شيق جديد وظيفي. الفرق ما بين التصميم لما يتنفذ يبقى حقيقي. دي من العناصر اللي لازم تخلي بالك منها وانت بتشتغل. لو انت مهتم بالفيديو ده تعالى شوف مرحله من احدى المشاريع بتاعتنا عملناها تصور، وهو ده التنفيذ. عشان كده دايما بقول لك خلي بالك من التصور. اول ما بنخش من اول الشقه بتاعتنا، الباب بتاعنا التصور بتاعنا اهو. نفتح الباب بتاعنا الجميل، مكان الباب زي ما احنا كنا حاطين على حمام الضيوف. حمام الضيوف هنا اهو. هنبتدي نشتغل فيه ونبتدي نشتغل في المساحه بتاعتنا، وحطينا الزاويه بتاعتنا وحطينا الحمام، حاجه كده صغيره كبرت صغيره مع سلايدنج هنا، حاجه هتنور السبوت مع شكل السيراميك هيبقى شكله حلو. الكوريدور والطرقه هيبقى معانا هنا حبه التصورات والسبوت لايت بالتوزيع بتاعنا. هيبقى في تأجير خشب او السبريت لاين ده هيبقى الخشب بتاعنا يظبط معايا الدنيا، وهتبقى الشكل ده بشكل جمالي عشان يظبط الموضوع. مع هنا البيت لايتس مع التركيب هيتحط بالفري او رفع بشكل جمالي هيظهر ليها الموضوع. معاها بقى التكوينات الثانيه ومعاها التصور ومعاها الشغل بتاعنا. مع التركيب ده كان عمود خرسانه. خلينا معانا نعمل معالجه دي موازنه عشان نبدا القصه دي، وهنشوف الفينش بتاع الخدمات السلايد او الشكل ده. اللاين ده هيبقى مختلف مع التيم يونت بتاعتنا مع الوحده مع الكلام ده كله. زي ما انت بتشوف التصور بشكل كبير. مع التسويقات هنا البلكونه والكلام ده كله. مع هنا البروتيشن بتاعت المنطقه دي هنظبط بيها الافكار ونظبط بيها التركيه دي. التركيه دي سي ان سي هتلاقيها فيها شكل تاني وليها رقم تاني هيتعمل بيها الكود التجاريد بتاعتنا والشكل بتاعها عشان نوفر السيراميك بتاعه موفر. يبقى هو الوحدات مداريه هنعمل رخامه في النص. تعالوا نشوف بقيه الكوريدور وايه الايه المكان بتاعنا. الكوريدور بتاعنا هنا اهو زي ما عملت الاتش ام ايه معاك كده برضه الدور بتاعها تكويني. الدور التكويني ده مع في ضغطه الزون ده عشان نعمل معالجه للحته دي مع الزوايا مع الاتشز. عنصر التكلفه ابتدينا نوفر. دي كانت ستيل لاين خشب هنبتديها من جيش الوزير ونبتدي نعالج المضمون بتاعنا عليها الشجره بتاعتنا التكوين بتاعنا نفس القصه دي. طريقه توزيع السبوت لايت مختلفه وليها تكوين وليها رؤيه. هنا هنقول بقى التي يونت هنظبط بيها من ال شيب كورنر، هنظبط بيها الكلام ده كله هتبقى شكلها ليها مضمون ليها رؤيه كلها هتظبط معايا تاني. مع الستريت لايت زي ما انتم شايفين كده هتلاقي الستريت لايت ده ظبط الكلام هيظبط معايا الشكل والكلام ده كله، والموضوع هيبقى بشكل عام افضل. ابتدينا نعمل معالجه كانت من ضمن النقط اللي فيها تحدي، والتحدي بتاعها كان كبير عشان نعالج الشطره دي وما احسش بايرور، لكن ابتدينا نعالج بيها زي ما انتم شايفين. لما نعكس الكاميرا كده عالجنا العلاج بعيد عشان نداري بيه الشكل. وابتدينا نظبط الشكل بتاعنا والشكل المضمون. النتيجه بتاعتها كانت هي دي الحل. الشكل بتاعها هتشوف الفينش بتاعها الصور هيبقى ليها حاجه ضخمه جدا ان شاء الله ونقف عليها. هنشوف الاطفال الستريب لاين اللي احنا كنا عاملينه في التصور او التصميم هيبقى الشكل ده بالالوان بتاعتنا هتبقى الترابيه او الشكل بتاعنا يبقى احنا ماشي معانا بالان شيب ده كده. مع المفروض يكون هنا حيطه بديل رخام بالشكل بتاعها بالتكوين بالقصه دي كلها. بديل رخام بالشكل بتاعها التكوين بتاعنا هنا بالسبوت لايتس التكوينات التربيعيه بالالوان تبقى فاتحه، والجيب بتاع الكورنر او الكلام ده كله. الباب برضه مش باب حاجه سهله جدا. الباب اتعمل فيه معالجه كويسه واتعمل فيها دهان، وهو ده الدرجه اللي هنبتدي نستقر عليها ونشتغل عليها بشكل مضمون. هو ده دايما نحط التحدي، نحط الخامه بشكل رائع. مع ان ده كان جيب كوريدور موجود للبلكونه ابتدينا نستغله ورفه وهنعمل له حاجه مختلفه ونشوف التصور بتاعه والقعده بتاعته عشان تبقى حاجه خاصه زي ما احنا شايفين في التصور ال 3 دي بتاعنا. الشكل اللي وصل لايه؟ الاثنين بيدروم مع الكمبيوتر والمكاتب والمذاكره. استغلينا دايما الاستغلال الامثل للمساحه. اهم حاجه الاستغلال الامثل للمساحه. بدون استغلال امثل بدون هتلاقي نتائج غير مرضيه. تعالوا نشوف بقيه الاوضه الثانيه او النتيجه الثانيه في الروم يعني. ماستر روم هنا برضه كان فيها تلوين وكان فيها فكر مختلف شويه، وابتدينا نعمل الشكل بتاعنا ده الجيب نفس الالوان زي ما شايفين المعجون وابتدينا نحط الدهانات بتاعتها والالوان المفتحه ونبتدي نحط شكل اللبس مع التكوينات الفقريه اللي ناقص السرير هتبقى شكلها عامل ازاي، ويبتدي نوصل للنتيجه نوصل للمضمون بتاعنا. الشيب عليك المعالجه هيبقى هنا ضغط السرير بتاعك وصلناه بالشكل بتاعي كده هيبقى هو ده
مع الفلتر اريا تسريحه، بعد كده البريسنج او الكلاب بتخلينا نعالج المنطقه دي. بدون الحاجات دي كلها هتلاقي نتيجه، هتاخد نتيجه تركيز نقص المعجون ونبتدي نعالج المرشمه ونعالج الحاجات بتاعتنا في الدهانات، ونبتدي نلقط تاني ونحط السبوت لايت عشان نعالج الدهانات. بدون الكلام ده كله مش هتلاقي نتيجه مع الوقت يعني طبعا. دايما خلي بالك ان يبقى في مقاسات، بعد المقاسات النسب، بعد النسب الابحاث بتاعتك، بعد كده 3 دي، كل ده تكامل يبين معاك شكل التصور. بدون الكلام ده كله ممكن تشوفوا حاجه من احد المشاريع بتاعتكم، احد المطالعات بتاعتنا. ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، محمود الدكتور محمد فؤاد، السلام عليكم.